محمد صالح رئيس المجلس المحلي براس العين ليتفضل مشكورا. أيها الحضور الكريم، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، باسم المجلس المحلي في سريكانية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، لا يسعني في البداية إلا أن أرحب بكم جميعا، قوى سياسية وشبابية وفعاليات اجتماعية وشخصيات أجمل ترحيب، وأشكر حضوركم ومشاركتكم المميزة هذه في حفل افتتاح مكتبنا، مكتب المجلس المحلي الكردي في سريكانية، الذي أعددناه وهيأناه بما يجعله أن يكون مكتبا لكل أبناء هذه المدينة الجميلة وريفها السخي المعطاء على اختلاف مكوناتهم وانتماءاتهم القومية والدينية المتعددة، من كرد وعرب وشاشان وتركمان وآشور وأرمن وإزيديين ومسيحيين ومسلمين، وجميعهم دون استثناء يستحقون منا فائق التقدير والاحترام، مشددين في الوقت نفسه على التأكيد على أهمية السلم الأهلي والتعايش الأخوي المبني على قاعدة الاحترام المتبادل والابتعاد عن النظرة العنصرية